ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يخاطب الله نبيه موجها محذرا قائلا له: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تترك الإسلام وتتبع ما هم عليه. قل إن كتاب الله وبيانه هو الهدى حقا لا ما هم عليه من الباطل، ولئن حصل الاتباع لهم منك بعد الذي جاءك من الحق الواضح فلن تجد من الله مناصرة أو معونة. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لبيان خطورة ترك الحق ومجاراة أهل الباطل، وإلا فإن الله تعالى قد عصم نبيه من ذلك، فهو تحذير لأمته من بعده. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يتحدث القرآن الكريم عن طائفة من أهل الكتاب يعملون بما في أيديهم من كتب منزلة ويتبعونها حق اتباعها. هؤلاء يجدون في هذه الكتب علامات دالة على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا سارعوا إلى الإيمان به. وطائفة أخرى أصرت على كفرها فكان لها الخسران. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الدينية والدنيوية التي أنعمت بها عليكم، واذكروا أني فضلتكم على أهل زمانكم بالنبوة والملك. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. واجعلوا بينكم وبين عذاب يوم القيامة وقاية باتباع أوامر الله واجتناب نواهيه، فإنه لا تغني في ذلك اليوم نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها فيه أي فداء مهما عظم، ولا تنفعها فيه شفاعة من أحد مهما علا مكانه، وليس لها نصير ينصرها من دون الله. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. واذكر حين اختبر الله إبراهيم عليه السلام بما أمره به من أحكام وتكاليف فقام بها وأتم أداءها على أكمل وجه. قال الله لنبيه إبراهيم إني جاعلك للناس قدوة يقتدى بك في أفعالك وأخلاقك. قال إبراهيم واجعل يا رب من ذريتي كذلك أئمة يقتدي بهم الناس. قال الله مجيبا إياه لا ينال عهدي لك بالإمامة في الدين الظالمين من ذريتك. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. واذكر حين جعل الله البيت الحرام مرجعا للناس تتعلق به قلوبهم، كلما رحلوا عنه رجعوا إليه، وجعله أمنا لهم لا يعتدى عليهم فيه،
وقال للناس اتخذوا من الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم وهو يبني الكعبة مكانا للصلاة تصلون عنده. وأوصينا إبراهيم وابنه إسماعيل بتطهير البيت الحرام من الأقذار والأوثان وتهيئته لمن أراد التعبد فيه بالطواف والاعتكاف والصلاة وغيرها. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. واذكر أيها النبي حين قال إبراهيم وهو يدعو ربه رب اجعل مكة بلدا آمنا لا يتعرض فيه لأحد بسوء وارزق أهله من أنواع الثمرات واجعله رزقا خاصا بالمؤمنين بك وباليوم الآخر. قال الله ومن كفر منهم فإني أمتعه بما أرزقه في الدنيا متاعا قليلا ثم في الآخرة ألجئه مكرها إلى عذاب النار وبئس المصير الذي يرجع إليه يوم القيامة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. واذكر أيها النبي حين كان يرفع إبراهيم وإسماعيل أسس الكعبة وهما يقولان في خضوع وتذلل ربنا تقبل منا أعمالنا ومنها بناء هذا البيت إنك أنت السميع لدعائنا العليم بنياتنا وأعمالنا. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعلنا مستسلمين لأمرك خاضعين لك لا نشرك معك أحدا واجعل من ذريتنا أمة مستسلمة لك وعرفنا عبادتك كيف تكون وتجاوز عن سيئاتنا وتقصيرنا في طاعتك إنك أنت التواب على من تاب من عبادك الرحيم بهم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم من ذرية إسماعيل يتلو عليهم آياتك المنزلة ويعلمهم القرآن والسنة ويطهرهم من الشرك والرذائل إنك أنت القوي الغالب الحكيم في أفعالك وأحكامك. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولا أحد ينصرف عن دين إبراهيم عليه السلام إلى غيره من الأديان إلا من ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال ورضي لها بالهوان. ولقد اخترناه في الدنيا رسولا وخليلا وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين أدوا ما أوجب الله عليهم فنالوا أعلى الدرجات. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. اختاره الله لمسارعته إلى الإسلام حين قال له ربه أخلص لي العبادة واخضع لي بالطاعة فقال مجيبا ربه أسلمت لله خالق العباد ورازقهم ومدبر شؤونهم. ووصى بها
إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى إبراهيم أبناءه بهذه الكلمة: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها كذلك يعقوب أبناءه، قال مناديين أبناءهما: إن الله اختار لكم دين الإسلام فاستمسكوا به حتى يأتيكم الموت وأنتم مسلمون لله ظاهرا وباطنا. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أم كنتم حاضرين خبر يعقوب حين حضرته الوفاة، حين قال لأبنائه سائلا إياهم: ما تعبدون من بعد موتي؟ قالوا جوابا لسؤاله: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا لا شريك له ونحن له وحده مستسلمون ومنقادون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة قد مضت من قبلكم وأفضت إلى ما قدمت من عمل، فلها ما كسبت من الأعمال ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عن أعمالهم ولا يسألون عن أعمالكم، فلا يؤخذ أحد بذنب أحد ولا ينتفع إلا بإيمانه وتقواه، بل كل سيجازى على ما قدم.